إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين الذي لا عز إلا في طاعته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. معاشر المسلمين، قال الله تعالى في آية القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. التقوى رأس الأمر كله. التقوى صمام أمان. التقوى سبيل النجاة. سئل الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه عن التقوى، عن معناها، عن مقاصدها، قال: التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. أركان التقوى 4. الركن الأول الخوف من الجليل، استحضار معية الله جل جلاله. اتق الله حيثما كنت، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، حيثما زمكانية، في كل زمان وفي كل مكان. وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الخوف من الجليل جل جلاله. والركن الثاني والعمل بالتنزيل. والتنزيل هو الوحي الطاهر الذي قال فيه ربنا عز وجل كما في سورة الإسراء في الآية 9: قال ربنا جل جلاله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يهدي للتي هي أقوم في مجال الإيمان، يهدي للتي هي أقوم في مجال العبادة، للتي هي أقوم في مجال الشريعة وضبط السلوك، يهدي للتي هي أقوم في مجال التربية والقيم والأخلاق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال ربنا في سورة الجاثية في الآية رقم 18: قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال الله عز وجل في سورة الجن في أوائلها: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. والآيات عديدة تبين بأن القرآن منهاج حياة. الركن الثاني العمل بالتنزيل. والعمل بالقرآن يقتضي العمل بالسنة، كما قال ربنا عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والأدلة عديدة كثيرة في بيان الوحي الثاني الذي يكون بجوار الوحي الأول، فالسنة والقرآن كلاهما وحي. والركن الثالث القناعة بالقليل. فالإنسان القنوع
هو الذي يلتزم الشريعة في كسب المال، لأن الإنسان جبل على حب المال حبا جما، وتأتي الشريعة لتضبط هذا الأمر بكل وضوح. والآية كثيرة جدا، منها ما ورد في الآية 7 من سورة الحديد: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فملكية الإنسان للمال ليست ملكية مطلقة أبدا، فالمالك الأصلي للأشياء هو الله ابتداء وأثناء وانتهاء. أما ملكية الإنسان للمال فهي ملكية مؤقتة، فهي ملكية تفويض وإنابة وتمثيل ليس إلا. إذن فالإنسان يتصرف في المال وفق منهج الله عز وجل. فالله إذن غرس القناعة في قلوب المؤمنين الذين اتصلت قلوبهم بالوحيين بالكتاب والسنة. فالقناعة بالقليل، من أراد غنى فالقناعة تكفيه، وهو ما عبر عنه الإمام الشافعي في ذلك القصيد حينما قال: إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت وملك الدنيا سواء. والركن الرابع هو الاستعداد ليوم الرحيل. سنلقى الله حتما، سنلقى الله حتما. وقد قال لنا ربنا في آخر ما أنزل في القرآن الكريم في سورة البقرة الآية 181: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم.